سادة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، زي ما عارفين انه ابواق الفلول وبلابستهم الفاسدين الكاذبين نشروا منشور بانهم مسيطرين على مباني الجهاز، ياهو مبنى الجهاز الورانا، وانهم قال قوات العمل الخاص مشطت مبنى الجهاز ومشطت شارع المطار لحد صالة الحج والعمرة. نحن في الفيديو ده حنوريكم وحنثبت لكم انه ما زالت المواقع دي تحت سيطرة قوات الدعم السريع. موقع جهاز الامن والمخابرات العامة، شارع المطار لحد صالة الحج والعمرة. ابقوا معنا وتفقدوا مواقع سيطرة قوات الدعم السريع. زي ما شايفين الآن نحن في المدخل بتاع شارع المطار، دي تويوتا، وده مدخل شارع المطار لكل الناس اللي بيعرفوا شارع المطار. ده المدخل بتاع شارع المطار، ونحن ماشيين الآن داخلين، وهم قالوا قوات العمل الخاص قال سيطرت على شارع المطار. ده كله كذب وتضليل للرأي العام. زي ما شايفين ياها اللافته بتاعت مطار الخرطوم، ما في أي مظهر من مظاهر العمل الخاص هنا. نحن الآن موجودين المنطقة الآن تحت سيطرة قوات الدعم السريع بحت، ونحن الآن مسيطرين، قواتنا مسيطرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وإن شاء الله حنقتلع الفلول الفاسدين من الأرض، وحنعود بالسودان العزيز، السودان القومية، السودان الديمقراطية، السودان عزيز، السودان معافى من كل أمراض الفلول الفاسدين. ننتقل معاكم إلى مخرج المطار ونمشي معاكم لحد صالة الحج والعمرة. يلا ورا. وجينا الآن من أمام صالة الحج والعمرة اللي قالوا مسيطرين على قوات العمل الخاص. شايفين شركة مطار الخرطوم الدولي صالة الحج والعمرة. حنخش معاكم لحد جوا تشوفوا برضه قوات العمل الخاص موجودة ولا ما. ده مدخل صالة الحج والعمرة. ده المدخل زي ما شايفين، مدخل صالة الحج والعمرة. إن شاء الله ربنا يجعلنا الموسم القادم من الحجيج، وربنا يتقبل صالح الأعمال والدعوات من كل حجاج الموسم الفائت، وربنا إن شاء الله ينصرنا على القوم الفاسدين الكاذبين المضللين. دي صالة الحج والعمرة. الفيديو ده ردا لكل الفلول الكاذبين ولإعلامهم المضلل للرأي العام بأنه قوات العمل الخاص مشطت مبنى جهاز الأمن والمخابرات العامة وامتدادا بشارع المطار لحد صالة الحج والعمرة. وما زالت قوات الدعم السريع تسيطر سيطرة كاملة على ولاية الخرطوم وعلى كل مفاصل ولاية الخرطوم. ونتمنى أن نلتقيكم في حلقات قادمة ومنصورين بإذن الله.